هذه النهاية، وهل يستحق نقد كبير بعد وداعه للمونديال؟ من لا يستحق اسم الجزائر هو المدرب بيتكوفيتش، لأنه عمل تصريح أكثر من الانسحاب. راهو الانسحاب كورة، كورة تربح تخسر، لكن أنه يخرج بيتكوفيتش بعد المقابلة ويعمل تصريح مستفز جدا، أنا نسمع فيه ومش مصدق، لأنه يقول حققنا أهدافنا، احنا كانت غايتنا وأن نوصل نتجاوز دور المجموعات، بلوغ الدور الأول، وإذا حققنا أحلامنا. بالتالي أنا شو نقول له بيتكوفيتش؟ نقول له سي بيتكوفيتش ما ليس له طموح، من ليس له طموح يروح، تروح، لأنه الاستفزاز جاء بهذه الطريقة. شعب كامل 45 مليون يحلموا، إذا كان مش أكثر، من تونس ومن المغرب ومن غيره ومن مصر، ساهرين معاكم، قلتوا لنا باش نلعبوا باش نربحوا باش نعملوا، من بعد جيني بعد المقابلة تقول لي هذا كهوى، معناه كخسارة أمر طبيعي. والله تخسر مع اسبانيا، تخسر مع البرتغال، تخسر مع فرنسا، ممكن مع الارجنتين، مع ممكن تخسر مع سويسرا، وبهذه الطريقه، خاصه بهذه الطريقه. تعرف كيفاش لخصها المقابله؟ لخصها سويسرا، قالوا لنا خذوا الكره عملوا ايش تحبوا، واحنا يا جزائر هم الهدايا، زوز اهداف، هدايا، راهو هدايا صحيح نتاع فريق هاوي. علاش المدرب؟ انا قطع نظر على التصريح. اخي انت بيب جوارديولا، انت تلعب بلاش مهاجم صريح، هكا عرفتك الجديده مهاجم وهمي، هذا ينجموها. كان اللي عنده مان سيتي وعنده بايرن يلعب لك مهاجم وهمي، انت خليتنا في الوهم. لا مهاجم وهمي يلقينا الوهم، يلقينا المهاجم. ثم كي نتفرج في الجزائر البارح، والله من العشر دقائق الاولى الجزائر واحده بشيء رابح. اول كوره فاتوا نصف الميدان حطوها في الشبكه، والمدافع على سف المدافع الجزائري يتبع في المهاجم، ما تقولش عليه، يقول له تفضل امشي 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 حتى لين يوصل له، وياخذ ما بين ثلاثه. لا مش هذا. ثم اول دقيقه في الشوط الثاني في اوقاتك المدمره 46. دونك نقول انا المنتخب الجزائري الحقيقه فما نهايه جيل، لانه اللاعبين برشا معناها قدموا من البارح، اعلنوا انهم يغادروا رياض محرز وغيره وغيره، ولكن فما جيل جديد. هذه برشا لاعبين، برشا لاعبين. نحب نقول لك بالجيل الجديد بالدم الجديد ما يكونش مع مدرب ما عندوش طموح، مع مدرب يعتبر انه قام بالانجاز. فتحي المولدي يرى بارقة امل في هذا المنتخب، لكن اختلافك او وجهة نظرك تختلف في الطريق الان. بالطبع بالطبع، معناها لعبوا كانه، سامحني ساعه. شوف مدرب، انا عرفش، انا نتكلم تحت رقابه الناس اعلاميين تبارك الله تبعوا كوره يفهموا كوره. وقت اللي الدفاع مش منظم، وكل معناها كل هجوم كذا مشكله، كل هجوم مشكله. هجوم ماهوش منظم، معناها هجوم بلاش قلب هجوم. المشكله ما عادش في اللاعبين، المشكله ما عادش في اللاعبين. طيب تولي مشكله مدرب ربما احترم سويسرا لانها بلاده، لكن ما احترمش الجزائر. وهو هناك مستويين يعني في مناقشه مشاركه المنتخب الجزائري. المستوى العام هو المنتخب الجزائري من اين جاء، يعني الكأس العالم. المنتخب الجزائري يعني عاش مرحلة جمال بالماضي، كان فيها اللقب القاري، لكن بعد ذلك لم يشارك يعني في المونديال، وكان قريب من ذلك. أقصي مرتين يعني من الدور الأول لكأس إفريقيا الأمم. بعد ذلك حدث تغيير، فجاء المدرب بيتكوفيتش.
البيتكوفيتش ايضا كانت عليه الكثير من الملاحظات، لكن النقاش بخصوص الملاحظات يعني باداء بيتكوفيتش وتعامله مع المباريات لم يكن يصل الى مرحله النقد العاقل، لانه احيانا كان انجرار وراء بعض النتائج الظرفيه، نتائج خدماتها يعني. لو التاهل الى كاس العالم اليوم بالنسبه للمنتخبات شمال افريقيا لم يعد انجازا، لانه المقاعد اليوم 9 مقاعد ونصف وتصل الى 10، فبالتالي لا يجب ان يكون اداه لتقييم عمل المدربين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، المنتخب الجزائري شارك في كاس افريقيا الامم 2025. انذاك ايضا كانت الكثير من الملاحظات بخصوص اداء بيتكوفيتش، كم استقبل من اهداف المنتخب الجزائري في كاس افريقيا. في 5 مباريات استقبل 4 اهداف، بمعنى وامام مباراه نيجيريا اختفى يعني المنتخب الجزائري، سيطر المنتخب النيجيري بالطول وبالعرض على تلك المباراه. ناتي الى كاس العالم، كم اهتزت شباك المنتخب الجزائري؟ اهتزت 9 مرات، رقم كبير بالنسبة للمنتخب الجزائري. ماذا يعني ذلك؟ يعني وذا تحدثنا عنه يوم أمس عن الصلابة الدفاعية، يعني أن المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري فيها إشكالات كبيرة، صحيح. وأنه ليس هناك تطور أو تحسين للمنظومة الدفاعية. إشكالات كبيرة جدا. صحيح ثنائي ترابي بن السبعيني وعيسى ماندي منذ مدة، ولكن المنظومة بشكل عام صحيح. فيها إشكالات كبيرة، والمدرب لم يعالج هذه الأمور. بالعكس، تأتي إلى مباراة سويسرا وتلعب يعني بمهاجم وهمي وليس لديك مواصفات المهاجم الوهمي، بالتالي الحقيقة الجزائر لم تكن أمام يعني مهاجم وهمي، كانت أمام مدرب وهمي هو بيتكوفيتش، لأنه لم يقدم أي شيء بالنسبة للمنتخب الجزائري. الجانب الآخر أيضا، أنت مقبل على كأس العالم، لماذا سأجدد عقد المدرب قبل انطلاق كأس العالم والنتيجة لم تتحقق بعد؟ المدرب حينما يتحدث أنني حققت أهدافي هو ذكي، هو يعرف لمن يوجه الخطاب، لأنه فعلا في عقدة أهدافه تجاوز الدور الأول، لكن الدور الأول يعني في 48 منتخب وليس في 32 منتخب. وهنا من يلام ليس بيتكوفيتش، لأنه العقود هو أبرمه مع الاتحاد الجزائري. في من يراها بجانب آخر حقيقة، يعني يقول لك أنك أنت تجدد الثقة تحفيز في المدرب، فانعكاسات إيجابية. لا، هذه التحفيز يعني يكون حينما تبدو بعض الأمور إيجابية. لا، قد تكون وقت مساومة بالنسبة لك أنت كاتحاد كرة. أنت كمدرب ماشي كأس العالم، أنا نجدد لك العقد في حالة أنت في حالة ما أنا مؤمن، عندك أهداف في حالة معينة. أنت مؤمن يعني بالمشروع الكروي وبالعمل الذي يقدمه المدرب، ولكن في خلال يعني هذا المسار لم تكن هناك بوادر تحسن، علما أنه المنتخب الجزائري لديه عدد من يعني اللاعبين المميزين. ايضا اختيارات كان فيها اشكال. بن ناصر، اين هو بن ناصر؟ صمام امان وسط ميدان المنتخب الجزائري، لماذا ابعد يعني عن لائحه المنتخب الجزائري؟ قلب هجوم غير متواجد بالنسبه للمنتخب الجزائري، منظومه دفاعيه ايضا يعني لو ما كانش هذا المدرب يقف على الخطوط وبهذه العناصر، هو في الواقع تتوقع ان الشكل يكون افضل؟ هو الجزائر كانت تلعب في الحقيقه بدون مدرب، لان الاشكالات تتكرر. حينما اشكالات تتكرر المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه، بمعنى ان عمل المدرب ليست لديه بصمات، لا يطور اداء المجموعه مع هذا المدرب. هل تطور الاداء الفردي لبعض اللاعبين؟ هل تطور الاداء الجماعي للمنتخب الجزائري؟ حينما لا يتطور الاداء الفردي ولا يتطور الاداء الجماعي، فالاشكال تقني تأطيري. وفي كل الاحوال يعني بالنسبه للمنتخب الجزائري ايضا لا يمكن ان يهدم كل شيء، لانه بعض يعني لابد ان تبني على هذه النتيجه، لانه في كل الاحوال المنتخب الجزائري غاب عن مونديال 2018، غاب عن مونديال 2022، وعاد مره اخرى الوضع اكثر ايجابيا، ما يمكن ان تبني عليه هو العناصر الشابه، هم العناصر الشابه. فانا غير مقبول ان لاعب وسط ميدان يعني يصبح هو قلب هجوم وهبي. ضيعتيه في وسط الميدان، صحيح، خسرته في مركز وضعتيه يعني في قلب الهجوم ولم تستفد. وبانت يعني منذ البدايه في عمليه استقبال الكره، في عمليه التحرك في مربع العمليات، ظهرت هذه الامور. وحنا قلنا قبل انه اذا غابت الصلابه الدفاعيه على المنتخب الجزائري ستكون المهمه صعبه، وانه كان يحتاج للدقه اكثر من ذلك. ان المباراه مشات في الطريق التي ارادها المدرب السويسري في تصريحه حينما قال انه المباراه ستكون مفتوحه. هو ارادها مفتوحه، ولكن هو ايضا لعب بتنظيم وبتكتل، وكانت نقطه القوه الضاربه بالنسبه لي هي يعني الهجمات المضاده.